السلام عليكم. جولة جديدة من جولاتنا في اسكندرية ومنطقة جديدة من مناطق اسكندرية. جولتنا النهاردة في منطقة جليم على البحر. أول ما بقول منطقة جليم طبعا بيجي في بالك شاطئ جليم والكافيهات اللي في منطقة جليم، فود كورت جليم باي، لأن خلاص المنطقة حاليا بقت مميزة بمجموعة الكافيهات دي والشاطئ جليم. احنا حاليا قصاد شاطئ جليم العام، وده سعر التذكرة فيه 5 جنيه. جنبه على طول بيفصل بينهم بس سياج كده حديدي، جنبه شاطئ جليم السياحي وسعر التذكرة فيه 30 جنيه. بنلاحظ ان الشاطئ كان فاضي، ما كانش زحمة، لان التصوير ما كانش اليومين دول. انا مصورة الفيديو ده من بعد العيد الكبير تقريبا، كان قبل بقى الصيف وزحمة الصيف والمصيفين والكلام ده. انا عن نفسي بحب اصور في الوقت اللي مبقاش فيه زحمة، علشان يعني اظهر معالم المكان، وكمان ما يبقاش فيه ناس كتير وفي ناس بتتضايق من التصوير. اهو شايفين الفاصل الحديدي ده او السياج الحديدي ما بين الشاطئ العام والشاطئ السياحي. تعالوا بقى نبص على الشاطئ من بعيد كده هيبان اكتر. اهو ده شاطئ جليم السياحي اللي هو فيه الشمسيات الملونة دول، ده اللي سعر التيكت فيه 30. ليه بقى في شاطئ عام ب5 جنيه وفي شاطئ سياحي ب30 وهم نفس الشاطئ ونفس المية ونفس كل حاجة؟ هو في بقى عيب خطير في شاطئ جليم اللي هو العام اللي ب5 جنيه. انت بتدخل مثلا بتدفع ال5 جنيه على اساس انك هتقعد في الشاطئ وكده وتاخد كرسي وشمسية وترابيزة، لا، ال5 جنيه على قد ما بيديك الكرسي. وكمان في بقى شغل نظام فترات في الشاطئ، ان في فترة تقريبا من 6 صباحا ل6 مساء، وفي بقى من 6 مساء ل6 صباحا. لو انا داخلة الساعة 4 العصر على اساس هقعد بقى لحد بالليل مثلا على الشاطئ، لا، بقعد لحد الساعة 6 وارجع ادفع 5 جنيه تاني الكرسي اللي هي الفترة التانية. ماشي، مش مشكلة، ال5 جنيه بتاعت الكرسي هدفعها تاني، لكن انت ملكش بقى ترابيزة ولا ليك شمسية داخل ال5 جنيه، بتدفع لهم فلوس تانية. وتقريبا الشمسية مش بينزلها لك غير لما يكون 5 أو 6 أشخاص مع بعض بينزل لهم شمسية واحدة، لكن لو انت لوحدك لا، مش بينزل لك شمسية. وكمان في موضوع تغيير الفترات دي او موضوع تغيير الورديات، بيبقى الوردية الأولى ليها كراسي خاصة بيها، والوردية التانية ليها كراسي اللي ممكن يقومك من على الكرسي اللي انت قاعد عليه ياخده، علشان لما تيجي الوردية التانية تديك كرسي تاني. يعني ده من أسوأ عيوب جليم العام. لكن جليم السياحي بقى اللي احنا بنقول اهو الشمسيات بتاعته ملونة، ده لا، انت بتدخل بتدفع ال30 جنيه التيكت بتاعك، بتاخد ترابيزة شمسية كرسي، بتقعد اليوم كله. انا لو جاية مثلا من بعد العصر وهقعد لحد 12 زي ما بقول لكم، لا، محدش بقى هيقومني ولا في فترة ولا في الكلام ده، بيبقى ده المريح فيه. هما الاتنين فيهم تأجير بدلات، وهما الاتنين ميتهم صافية زي ما احنا شايفين كده، والشاطئ مش غويط ولا في سحب، المية هادية جدا لان طبعا كلها حواليها حواجز، وامان جدا للاطفال. ده بالنسبة للشواطئ والمية وطبيعة البحر هناك. وتعالوا بقى نشوف الكافيهات والمطاعم في منطقة جليم، ودي ممكن نقسمها ل3 فئات: فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة عالية. وبيجي في بداية الفئة المنخفضة كافيه سي سايد، اهو اللي شايفينه على اليمين، وده أسعاره رخيصة برغم ان هو على البحر برضو مباشرة. يعني ممكن بكوباية قهوة ب30 جنيه مثلا تقعد في الكافيه بجانب الخدمة طبعا. تقعد في الكافيه يعني مثلا ب50 جنيه ممكن تقعد في الكافيه عادي اليوم كله. وبيجي من بعده كافيه ستار باي، اهو اللي احنا شايفينه بقى ده على شمالنا، وده بصراحة قعدته تحفة جدا على المية مباشرة زي ما احنا شايفين كده، في كراسي اهو وترابيزات بيحطوها لك على المية، بتحس ان انت قاعد فوق البحر على طول، برغم ان اسعاره برضو رخيصة مش غالية. يعني المنيو فيه رخيص مش غالي.
وبتقعد قعدة حلوة وبتقعد براحتك. وبعدين للفئة المتوسطة نقدر نقول كل كافيهات ومطاعم جليم باي تعتبر من الفئة المتوسطة. ليه؟ لأن هم برضو يعتبروا مطاعم أكل سريع، يعني مش مطاعم اللي هي الغالية طبعا، معظمهم، لأن فيهم بعض المطاعم الغالية والكافيهات، لكن الأغلب فيه لأ عادي، مش فئة متوسطة، يعني برضو ممكن ب100 جنيه تاخد مشروب وتقعد في أي كافيه من كافيهات جليم باي. نيجي بقى للفئة الأعلى، أعلى فئة فيهم هنيجي بقى للمطاعم اللي هي من بعد ستار باي دي ورا، اللي هو سي جول، وسي جول ده مطعم أسماك، وفي اللي هو ابن البلد مشويات، وفي كارلوس، مجموعة مطاعم كده من بعد ستار باي، واحنا متجهين ناحية المنشية ومحطة الرمل وكده. وبس كده بيكون خلص الفيديو بتاعنا في منطقة جليم على البحر. أتمنى أكون فدتكم، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.